وأخيرا الخطيب يلجأ للفيفا وكلها ساعات وهتنتهي مسيرة مرتضى منصور في نادي الزمالك. حلقة جديدة ومعلومة جديدة مع برنامجكم أسرار وأخبار. أكيد حضراتكم تابعتم الفترة اللي فاتت كمية التجاوزات اللي ارتكبها مرتضى منصور ضد النادي الأهلي وضد كابتن محمود الخطيب وكهربا وسيد عبد الحفيظ والحكم الإنجليزي كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام اللي استقال بسبب مرتضى منصور. النادي الأهلي مؤخرا تقدم ب3 شكاوي ضد مرتضى منصور، شكوى لاتحاد الكرة المصري وشكوى للجنة الانضباط وشكوى لرابطة الأندية المصرية. النهارده كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي عمل حاجة جديدة. النادي الأهلي النهاردة اتخذ إجراء هيقضي على مرتضى منصور وهيخلص الكرة المصرية من مرتضى منصور اللي استخدم وسائل الإعلام وخاصة قناة الزمالك في سب وقصف كل ما يخص النادي الأهلي وكل من يهتم بالنادي الأهلي وكل من ينتمي للنادي الأهلي. النهاردة كابتن محمود الخطيب أخذ كل تجاوزات مرتضى منصور من فيديوهات وبيانات، وكل ده اترجم واتعمل ملف وراح للاتحاد الدولي لكرة القدم. أيوة، لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم وصلها شكوى من النادي الأهلي أخيرا فيها سباب وألفاظ وتجاوزات مرتضى منصور ضد النادي الأهلي وضد كابتن محمود الخطيب وضد محمود عبد المنعم كهربا وضد سيد عبد الحفيظ وضد الرياضة المصرية، وكلها ساعات. ولجنة الانضباط هتصدر قرار بإيقاف مرتضى منصور وهيتحل مجلس إدارة نادي الزمالك. وأخيرا الكرة المصرية هتنضف. النهاردة فضيحة مرتضى منصور بقت بجلاجل. فيريرا في الصحف العالمية فضح مرتضى منصور، كلاتنبرج فضح مرتضى منصور، كابتن محمود الخطيب خلاص أخذ ملفات مرتضى منصور كاملة وترجمها للغة الإنجليزية والفرنسية وبعتها في فاكس رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم. ايوه كده يا كابتن محمود، كنا محتاجين الخطوة دي من زمان. كان لازم الوسط الرياضي ينضف، كان لازم امثال مرتضى منصور ما يبقوش موجودين في الوسط الرياضي. نادي الزمالك كان بيعاني الفترة اللي فاتت مش بسبب اللعيبة ومش بسبب المدرب، لا، بسبب رئيس ناديه. الانفلات اللي حصل وسط اللعيبة ده كان سببه رئيس النادي. التجاوزات اللي احنا كنا بنشوفها وبنسمعها كان سببها رئيس النادي. خلاص، احب اطمنكم واقول لكم مليون مبروك يا جمهور النادي الاهلي، مليون مبروك يا جمهور الكرة المصرية. سرطان مرتضى منصور هيتم استئصاله من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. دعونا ننتظر ماذا سيدور في الساعات القادمة والقرارات اللي هتخرج من الفيفا بخصوص شكوى النادي الأهلي ضد مرتضى منصور. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.